تخيل لو تقدر تشوف مستقبلك. تخيل لو جاتلك الفرصة تشوف إيه اللي هيحصل في حياتك كمان 7 سنين، بس بشرط إنك ما تقدرش تغير أي حاجة. لو حاولت ممكن تدمر الكون كله. دي بالظبط الحكاية اللي بتبدأ مع شون، الموسيقار الشاب اللي قلقان على مستقبله، وصاحبه جيسي اللي راجع من رحلة سرية في المستقبل. شون بيحس إن حياته واقفة ومش عارف هل هيحقق أحلامه في المزيكا ولا هيفشل. في وسط قلقه جيسي بيقوله على سر خطير. وكالة علمية سرية اسمها ليجايدور اخترعت آلة السفر عبر الزمن، وبيفاجئه أكتر لما يقوله إنه سافر بالفعل ل 2032 وقضى يومين كاملين هناك وشاف حياته. لما شون بيتحايل عليه عشان يعرف مستقبله، جيسي بيرفض بشدة وبيشرح له خطورة الموضوع. بيقول له إن الوكالة حذرتهم إنهم ما يرجعوش بأي معلومات من المستقبل أو يحاولوا يغيروا أي حاجة، لأن ده ممكن يكسر نسيج الزمن ويدمر العالم. رغم التحذيرات، شون كان متحمس جدا ومش قادر يقاوم فكرة إنه يشوف مستقبله. جيسي بيوافق ياخده معاه للمنظمة السرية دي، بس بيحذره تاني وتالت: اتفرج وراقب بس وما تحاولش تغير أي حاجة. شون بيرجع بيته بالليل وهو مش قادر ينام من الحماس. بيتفرج على كل الفيديوهات اللي جيسي بعتها له عشان يفهم ازاي الآلة دي بتشتغل والقوانين اللي لازم يلتزم بيها. بيعرف إن المنظمة دي شغالة في السر بقالها سنين، وإن مهمتهم الأساسية هي دراسة تأثير السفر عبر الزمن على الكون. تاني يوم شون بيوصل للمقر السري بتاعهم. بيقابل الدكتورة فيليشيا مديرة العلماء. هي ست صارمة وواضحة جدا. قبل أي خطوة بتخليه يمضي على أوراق مهمة. الأوراق دي بتقول بوضوح إنه ممنوع يتكلم عن المنظمة أو عن السفر عبر الزمن لأي حد، والأهم من ده إن المنظمة مش مسؤولة عن أي ضرر ممكن يحصل له في المستقبل. يا ترى شون هيلتزم بالتعليمات دي؟ وهل رؤيته لمستقبله هتكون كافية عشان يرجع مرتاح ومطمن؟ شون اللي كان متحمس زيادة عن اللزوم بيمضي على الأوراق من غير ما يقرأ الشروط كويس. بيعملوا له فحوصات كاملة، ولحسن الحظ بيطلع سليم وجاهز للسفر. بيسألهم هو كام واحد عمل التجربة دي قبله، فالمساعدة جاني بترد عليه بهدوء إن هو الشخص التاني بس، يعني جيسي هو الوحيد اللي سافر للمستقبل. شون بيتصدم من الإجابة دي، خصوصاً إنه لاحظ بنفسه إن جيسي متغير وقلقان من وقت ما رجع. شون بيحس إن اللي شافه جيسي في المستقبل كان السبب في قلقه ده، وبيفضل يفكر يا ترى إيه اللي ممكن يكون شافه وخلاه متغير بالشكل ده. بالليل شون مش بيعرف ينام من التفكير، دماغه شغالة على طول، قلقان على حياته كلها. هل أحلامه في المزيكا هتتحقق وهيبقى فنان مشهور؟ وهل هيقدر يعترف بالحب لنيكولا، البنت اللي بيحبها من زمان بس خايف يكلمها؟ الرحلة دي فرصة نادرة عشان يشوف كل ده بنفسه. بيبدأ التدريب اليومي مع الدكتورة فليشيا وجيني اللي بيشرحوا له كل خطوة بالتفصيل. بيأكدوا عليه أكتر من مرة إن الأهم من كل ده هو إنه ما يغيرش أي حاجة. ممنوع يتكلم مع أي حد في المستقبل، ممنوع يجيب أي حاجة معاه. كل اللي عليه إنه يراقب بس ويرجع من غير أي تدخل. حتى أي تغيير صغير ممكن يسبب كارثة في الزمن كله. بيسمع شون التحذيرات الأخيرة من جيني وفليشيا بكل تركيز. بيقولوا له إن عنده فرصة يقضي 3 أيام كاملة في المستقبل، لكن بعد ما الوقت ده يخلص جسمه هيبدأ ينهار والآلة هترجعه على طول من غير أي إنذار. ياخد نفس عميق ويدوس فليشيا على الزرار، وفي ثواني قليلة بينتقل شون لسنة 2032. أول ما بيفتح عينه بيلاقي نفسه في المستقبل، كل حاجة شكلها متطورة وجميلة. أول فكرة بتيجي في دماغه هي إنه يروح بيته المستقبلي، بس قبل ما يوصل بيشوف مشهد بيصدمه. بيشوف نفسه هو ونيكول بيتخانقوا خناقة جامدة. الصدمة الأكبر إنه بيكتشف إن نيكول بقت حبيبته وإنهم عايشين مع بعض. في البداية شون بيفرح جدا لما بيشوف أحلامه اتحققت: بيت فخم، عربية غالية، ومسيرة موسيقية ناجحة. لكن الفرحة دي بتختفي بسرعة لما بيشوف نفسه في المستقبل بيزعق لنيكول وهي باين عليها إنها موجوعة.
بيصرخ فيه وبيقوله إنه بيخونها. شون المستقبلي بيمشي ببرود وكأنه ما بيهتمش. شون اللي في الحاضر بيتفرج على كل ده من ورا شجرة. قلبه بيوجعه، شايف نفسه بعد ما بقى غني ومشهور اتحول لشخص أناني ومغرور وجارح، بياخد قرار خطير جدا وبيقرر يكسر أهم قاعدة من قواعد السفر عبر الزمن. بدل ما يرجع أو يكتفي بالمراقبة، بيقرر يدخل اللعبة بنفسه. بيحجز أوضة في فندق قريب وبيغير هدومه عشان يقلد ستايل شون المستقبلي. بيقف قدام المراية ويتدرب على طريقة كلامه وصوته، كل ده عشان محدش يكتشف إنه مش شون الحقيقي. شون بيقرر يستغل غياب نسخته المستقبلية في الجولة الموسيقية ويدخل البيت عشان يصلح اللي باظ بينه وبين نيكول. بيخبط على الباب ونيكول بترفض تفتح في الأول عشان لسه زعلانة من الخناقة اللي حصلت، لكن شون بيتكلم معاها بهدوء وبيقول لها إنه لغى السفر ورجع عشانها. كلامه بيأثر فيها وبتسمح له يدخل البيت. بيقضوا الليلة كلها يتكلموا، والأول مرة من فترة طويلة بيتكلموا بصدق. نيكول بتعيط وشون بيسمعها. شون بتاع الحاضر بيفرح إنه بيعيش حلمه مع البنت اللي بيحبها، لكن في نفس الوقت بيحس بوجع وبيسأل نفسه إزاي النسخة المستقبلية منه قدرت تدمر كل ده. تاني يوم شون بياخد نيكول على مطعم فخم، بس اليوم مش بيمشي زي ما هو متوقع. نيكول بتفتكر إن شون المستقبلي قابل بنت تانية في نفس المطعم ده قبل كده. شون بيتصدم، لكنه بيعتذر لها وبيوعدها إنه مش هيعمل كده تاني. نيكول بتهدى وبتقوله إنها ساعات بتتمنى لو كان بيهتم بيها زي ما بيهتم بشغله. في وسط الكلام نيكول بتعترف له من غير ما تاخد بالها إنها ما كانتش بتحبه في الأول. بتقول إنها لما شون اتشهر شافت إن ده فرصة عشان تستغله ويساعدها تدخل مجال الغنى. هنا شون بيفهم الصورة كاملة. نيكول ما كانتش معاه لما كان لسه على قده، لكن لما بقى مشهور وغني قربت منه عشان مصلحتها. بيفهم إن ده ممكن يكون السبب في تدهور علاقتهم، وإن نسخته المستقبلية بردت من ناحيتها لما عرفت الحقيقة. بيحس شون بالصدمة والضياع، وكان فاكر إن مستقبله مثالي، لكن بيكتشف إن أساس العلاقة مش حقيقي. لكن رغم الصدمة بيقرر إنه مش هيسيب الأمور بالشكل ده. شون بياخد قرار إنه مش هيسيب علاقته تنهار، وهيحاول يثبت لنيكول إنه يستاهل حبها. بيرجعوا البيت وشون بيفتح لها علبه وبيطلب إيدها للجواز، لكن نيكول بتتصدم ووشها بيبان عليه الضيق، وبتقوله أنا جيت لك هنا عشان أركز على مهنتي، وإنت وعدتني إنك هتساعدني. شون بيحس بالصدمة وبيفهم إن المشكلة مش بس فيه، لكن في نيكول كمان. هي كان عندها أحلامها، ولما هو أهملها مشاعرها تحولت لإحباط وغيرة. تاني يوم الصبح شون بيصحى وهو حاسس بحاجة غريبة، إيده بتترعش، ولما بيبص في المراية بيلاقي انعكاسه بيبدأ يختفي. بيفهم إن وقته في المستقبل بيخلص والزمن نفسه بيرفض وجوده. لازم يكون حذر جدا. في نفس اليوم بيروح حفلة مع نيكول. لما الناس بيسألوه ليه لغى جولته بيكذب ويقول إنه رجع مخصوص عشان نيكول. المفاجأة بتحصل لما نيكول بتجيله وبتقوله إنها حست إنه متغير في اليومين اللي فاتوا وإنه بقى أطيب. بتعرض عليه إنها تسيب شغلها بشرط إنه يسيب شغله هو كمان ويفضل معاها. شون بيفرح جدا، أخيرا نيكول عايزاه هو، مش عشان شهرته. لكن في نفس اللحظة بيفتكر الحقيقة، هو مش شون بتاع المستقبل، وهو مجرد داخل في حياة حد تاني. فجأة بيلمح جيسي صاحبه اللي جابه هنا، شكله تعبان جدا وسكران. شون بيقعد جنبه وبيفتكر إن جيسي كمان سافر للمستقبل، ومن يوم ما رجع وهو مش طبيعي. هنا بيفهم الصورة كاملة. جيسي شاف نفسه في المستقبل وهو مدمن ومتحطم، بالظبط زي ما شون شاف نفسه وهو غني ومشهور لكنه أناني وحيد. شون بيستوعب الدرس. آلة السفر عبر الزمن مش بتوريك أحلامك، لكن بتوريك الحقيقة اللي عمرك ما كنت مستعد تواجهها، وساعات الحقيقة دي بتكسرك قبل ما تصلحك. في وسط كل ده شون بيكتشف سر تاني. بيلمح واحدة من البنات في الحفلة وبيعرف إنها هتكون مراته في المستقبل. بيبدأ شون يفكر في جيسي، ليه ما حاولش يغير مستقبله الحزين؟ لكن قبل ما يكمل تفكيره بيحس فجأة بجسمه بيتسحب.
الوقت عدى بسرعة والزمن بيشده بالعافية عشان يرجعه لسنة 2025. الرجوع المرة دي مش سهل زي الأول، لأنه كسر أهم قاعدة، إنه ما يتدخلش في أحداث المستقبل. في نفس الوقت في سنة 2032 شون بتاع المستقبل بيرجع من جولته وبيتفاجئ لما بيلاقي البيت نظيف ومرتب. نيكول بتجيله وهي مبتسمة وبتسأله فين كنت؟ شون بيستغرب وبيقول حفلة إيه؟ وبيفترض إنها سكرانة أو متلخبطة، فبينزل تحت عشان ما يتخانقش معاها. لكن نيكول بتفضل وراه وبتعامله بلطف غريب. شون مش فاهم ليه هي هادية كده، خصوصاً بعد الخناقة الأخيرة اللي كانت بينهم. الأيام اللي بعدها بتبقى أغرب. نيكول بتتصرف وكأنها مصدقة إن شون اتغير، وفي يوم بتواجهه وبتقوله أنا مستعدة أتجوزك، بس لازم تسيب شغلك زي ما وعدتني. شون بيتصدم وبيتصرف بانفعال، أنا عمري ما وعدتك بحاجة زي كده، أنا تعبت عشان أوصل للي أنا فيه. بيسيبها وبيخرج، وفي طريقه بيقابل الخدامة اللي بتقوله إن نيكول كانت معاه طول ال3 أيام اللي فاتوا. شون بيتجمد مكانه وبيتصل بجيسي عشان يفهم اللي بيحصل. جيسي بيرد عليه بهدوء وبيقوله أنا شفتك في الحفلة من يومين. شون بيتنرفز وبيقوله ما كنتش أنا كنت في جولتي. جيسي بيفكر بصوت عالي وبيقول يبقى نسختك بتاعت 2025 هي اللي جت هنا عن طريق السفر عبر الزمن. شون بيوافق، وجيسي بيكمل أنا كمان سافرت، بس ما كسرتش القواعد وفضلت أراقب بس، ورجعت من غير ما أغير أي حاجة. شون بيتوتر وبيقول يبقى نسختي هي اللي اتدخلت وخلت نيكول تصدق إني اتغيرت. جيسي بيأكد له لازم تشرح لنيكول إن كل الوعود دي قالتها النسخة التانية مش أنت. لكن شون بيتجنن من التفكير، ليه أنا لما سافرت زمان ما غيرتش الخط الزمني، ودلوقتي نسختي لما جت غيرت كل حاجة؟ عشان يجاوب على السؤال ده بيقرر إنه لازم يكلم الدكتورة فليشيا، لكن جيسي بيصدمه وبيقول له إن المنظمة السرية اللي كانت مسؤولة عن المشروع اتقفلت من 5 سنين. السبب إنهم اكتشفوا إن السفر عبر الزمن بيأثر بشكل خطير على الكون. رغم ده شون بيلاقي فليشيا وبتكشف له سر خطير. كل مرة حد بيسافر عبر الزمن ويغير أي حاجة بيتخلق عالم موازي جديد. العالم ده ما عندوش طاقة خاصة بيه، فبيسحب من طاقة الكون الأصلي، وده ممكن يؤدي لانهيار كل العوالم اللي اتخلقت. عشان كده المشروع اتقفل للأبد. شون بيعترف لها بكل حاجة وبيقول لها إن نسخته الأصغر اللي جاية من سنة 2025 دخلت في حياته وغيرت الأحداث. فليشيا بتفهم على طول إن شون كسر أهم قاعدة، ممنوع التدخل، وبسبب تدخله اتولد سط زمني جديد، والخطين دول بيسحبوا من نفس مصدر الطاقة. الحل الوحيد عشان يمنعوا الكارثة دي هو إن شون اللي في سنة 2032 يضحي بنفسه ويموت. موته ده هيخلي الخطين ينهاروا ويندمجوا تاني في خط زمني واحد مستقر، وده هينقذ الكون كله. شون بيتجمد من الصدمة، لكن بيفهم إن مفيش حل تاني. قبل ما ياخد الخطوة الأخيرة بيسجل رسالة لنسخته القديمة، رسالة مليانة وجع وصدق. بيحكي له إزاي اختياراته الصغيرة هي اللي وصلته للطريق ده، وبيتحايل عليه أرجوك بلاش تسافر عبر الزمن تاني، عيش حياتك زي ما هي. وبيقوله لو بيحب نيكول جد يقابلها بالوقت قبل ما الشهرة والفلوس تغير كل حاجة، عشان يعرف إذا كان حبها حقيقي. وبعد كده بياخد الخطوة اللي مفيش منها رجوع. وفي اللحظة دي بنشوف الخطوط الزمنية وهي بتتفكك وبترجع خط واحد. في المشهد الأخير سنة 2025 شون الأصلي بيقرر يروح يقابل نيكول. مش بنعرف إذا كانوا هيكملوا سوا ولا لأ، لكن على الأقل عندهم فرصة يعيشوا حياة مش ملعونة بالزمن. الكون كله بينجو، لكن بعد ما كان على وشك الانهيار. وهنا بيخلص فيلمنا، وعشان نكمل ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك وتعليقكم الجميل، وشكرا.